أهلا بيكم. هل بيتم استخدام الماورائيات في كرة القدم؟ بمعنى إن في أحداث في الكورة بتبقى غير منطقية، فالمشجعون بيسندوها للسحر والشعوذة، والجمهور دايما بيحب يربط بين السحر أو الدجل واستخدامه في الماتشات المهمة وبين نتائج المباريات. ودي قصة بتتكرر، ومش في إفريقيا بس يا محترم، لكن نقدر نقول إن كل المجتمعات المنتشر فيها ثقافة السحر. ببساطة كده في العالم تماً. على سبيل المثال، في بطولة إفريقيا سنة 2002 في مالي، المنتخب المصري قبل ماتش الافتتاح مع منتخب السنغال لقى عظام حيوانات محفور عليها كتابات وطلاسم. ودي فين؟ تحت مقاعد البدلاء. والدنيا اتقلبت، بس الماتش ما اتلغاش، وخلصت المباراة بهدف نظيف في شباك مصر. كمان في نفس البطولة وفي ماتش مالي والكاميرون، وقبل ما الماتش يبدأ، مدرب حراس المرمى المنتخب الكاميرون اللي هو توماس نكونو شاف واحد من ضباط مالي بيرش حاجة على أرضية الملعب، ومسك في خناقه لحد ما اتدخل مسؤول الفيفا ونظفوا أرضية الملعب واتلعب الماتش، وانتهى بأن الكاميرون كسبت 3-0. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام العربية نيوز. هتقول لي عظم ورش ايه يا سلامة؟ هو احنا هنصدق في الدجل والشعوذة والكلام اللي بالك فيه ده؟ هقول لك طبعا لا، بس اتك على الصبر وخلونا في البداية كده نعرف مع بعض تعريف السحر. السحر هو كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع وإخراج الباطل في صورة الحق، واستخدام القوى الخارقة بواسطة الأرواح. وأرواح هنا مش البونبوني، لا، الأرواح الشريرة، مع إنها ما فرقتش كتير في تصفيات بطولة إفريقيا 2012، في ماتش اتلعب بين منتخب مصر حامل اللقب 3 مرات متتالية مع منتخب النيجر، وده منتخب كورة مش بقوة المنتخب المصري. وقبل الماتش دخل واحد لابس لبس غريب كده ومعاه معزة، نزل أرض الملعب وبدأ يقرأ حاجات ويتمشى بالمعزة بتاعته، وبعدها خرج وبدأت المباراة عشان مصر تخسر بشكل غريب، وسموها مباراة المعزة. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام Egypt Independent. طب حد تاني يسألني ويقول لي هل السحر ده موجود في إفريقيا بس يا سلامة؟ هقول لك إن فكرة ارتباط السحر بكرة القدم هي فكرة متأصلة في الوجدان البشري، كنوع من أنواع تبرير الخسارة طب ليه إفريقيا اتوسمت بكده؟ هقول لك يمكن لتاريخها مع الترويج للسحر والسحرة من بداية تاريخها، لكن الحقيقة إن كلمة سحر بقت كلمة دارجة في كل المجتمعات اللي بتتابع اللعبة الأكثر شعبية في العالم، كرة القدم. حتى في المجتمعات الأكثر مدنية في أوروبا منبع الكورة نفسها، وإنجلترا مخترعة اللعبة، لدرجة إن في مسؤولون طلبوا من الفيفا تجريم السحر في المباريات، إلا إن الفيفا رفضت ده بدعوى إنه جزء من الثقافة الشعبية، وسمحت للمنتخبات إنها تجيب ساحر أو اتنين معاهم في الماتشات المهمة، أو إن الجمهور يرفعوا طلاسم كنوع من أنواع احترام ثقافات الآخرين. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام الجارديان. طب تعالى نخرج بره قارة إفريقيا شوية ونروح لآسيا. في السعودية اشتهرت قصة الدمبوشي، وهو نوع من السحر بيمارسه السحرة العرب، وأشهر قصة في الحتة دي كان ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد السعوديين سنة 1978، لما الناديين رفضوا أنهم ينزلوا أرض الملعب عشان اتقال لهم إن سحر الدمبوشي اتعمل عليهم، وإن أول فريق هينزل هيخسر 2-0، وده خلاهم يرفضوا ينزلوا، لدرجة إن مسؤولين الاتحاد السعودي قرروا إنهم يخلوا الفريقين ينزلوا مع بعض ماسكين إيدين بعض. ليه؟ عشان يفكوا السحر. والغريبة إن الماتش انتهى بنتيجة التعادل 2-2، يعني نزلوا مع بعض ودخل في كل جون فيهم هدفين. وبسبب الحادثة دي اتوقف قادة الفريقين من اللعب لمدة 6 شهور. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام موقع جول. وفي أوروبا كمان كان في كلام عن السحر في كرة القدم، أشهرهم إن أنشلوتي المدرب الإيطالي للفريق الملكي اللي هو ريال مدريد اتقال عنه إنه بيستعين بالسحر، وإن في ساحر إفريقي بيروح معاه الماتشات كلها، وهو بذاته وبطرقه الغامضة بيساعد النادي إنه دايما يكسب البطولات تما. كمان نادي ليستر سيتي الإنجليزي اللي اشتهر مالكو التايلاندي السابق إنه بيجيب رهبان بوذيين عشان يقروا حاجات على اللاعبين. والغريبة إن في نفس الفترة دي بتاعت الرهبان، ليستر سيتي بيحقق معجزة وبيكسب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه في موسم 2015-2016، ودي حاجة كانت مستحيل إنها تحصل أو إن يصدقها حد. طب تعالوا نرجع كده شوية بالتاريخ ونتكلم عن إمتى بدأ السحر واللعنات في الكورة.
خلونا أقول لكم إن فكرة ارتباط السحر بالكرة أو اللعنة اللي بتصيب فريق بسبب السحر بدأت من دولة خارج إفريقيا من الأساس. بدأت في أوروبا نفسها، وبسبب مدرب اسمه بيلا جوتمان، مدرب نادي بنفيكا البرتغالي. والقصة كلها بتبدأ من أكتر من 60 سنة، تحديداً 1959. في السنة دي مضى المدرب بيلا مع فريق بنفيكا عشان يعمل عندهم نقلة تاريخية لما فازوا بكأس أوروبا، وقدروا إنهم يكسروا هيمنة ريال مدريد على البطولات للمرة الأولى في التاريخ. لحد ما بيحصل موقف غير كل حاجة. جوتمان بيروح بعد كل الفوز ده يطلب من الإدارة زيادة مرتبه، لكن بيقابل بسخرية من الإدارة وإهانة ليه ولإنجازاته. ففي لحظة عصبية كده بيقول المدرب قصاد الجميع بنفيكا مش هيكسب دوري أبطال أوروبا لمدة 100 سنة، وبيستقيل. اللي حصل بقى إن بنفيكا فعلا ما كسبش ولا بطولة أوروبية من ساعتها ولحد النهاردة، وكل مرة بيوصل للنهائي بيخسر، للدرجة اللي تخلي الإدارة تعتذر له وترجعه يدرب النادي تاني بالرقم اللي هو عاوزه. الكلام ده سنة 66. لكنه والمفاجأة بيفشل إنه يحقق معهم أي بطولة، وبتخرج من الجماهير أسطورة بيسموها لعنة جوتمان. خصوصاً إن معروف عن جوتمان إنه بيعرف في السحر الكبالة، بمعنى إن جوتمان بشكل أو بآخر تسبب في لعنة للنادي. واستمرت اللعنة بعد وفاة جوتمان. الأمر وصل لدرجة إن أسطورة النادي إيزيبيو بعد وفاة بيلا راح قبل النهائي يزور قبره ويحط له ورد ويصلي له كمان عشان يفك اللعنة دي. لكن برضه خسروا بفرق جون واحد. الكلام ده في سنة 1990. ولحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي يا صديقي، نادي بنفيكا ما كسبش ولا بطولة أوروبية، وبرضه لحد النهاردة بيحاولوا بإنهم حطوا تمثال للمدرب قصاد النادي يمكن يفكوا اللعنة وتتفك. وده مش كلامي، ده كلام الاندبندنت. الحادثة دي كانت من أوائل الحوادث المرتبطة بالسحر وكرة القدم، والغريب إنها خارجة من أوروبا مش من المجتمعات الإفريقية زي ما بيروجوا. ووصل عدد الضحايا من المتهمين بممارسة السحر لأكثر من حوالي 40 ألف ضحية في الفترة ما بين 1450 لل 1700، وده وفقا لدائرة المعارف البريطانية. وده حصل على إيد الحركة المعروفة باسم مطاردة الساحرات. والموضوع كان وصل لمرحلة الهرج، لدرجة إن الأهالي لما كانوا بيشكوا في حد إنه ساحر يعني كانوا بيخرجوا ويقتلوه بنفسهم بدون محاكمة. وبعيداً عن أوروبا، في مجتمعات في إفريقيا الساحر فيها ما كانش حاجة وحشة، إلا إنه كان أقرب لدور رمز القبيلة أو الطبيب بتاعها. كان بيمثل السلطة اللي فوق حاكم القبيلة، خصوصاً في وسط وغرب إفريقيا في فترة ما قبل الاستعمار الأوروبي. ومهنة الساحر ما كانتش مجرد واحد بيعمل طلاسم وخلاص، لكنه كان متوسع بشكل كبير. يعني بيمارس الطب والعرافة وبيشوف المستقبل وبيحمي القبيلة من المعتدين. وكمان بجانب ممارسته للسحر والشعوذة كان بيقوم بالمهمة الأقدس، وهي نزول المطر. وعشان كده كانت مهنة الساحر هي المهنة الأهم في القبائل الإفريقية، أو رأس الهرم بمعنى أدق. وخليني أقول لك إن صناعة الكورة هي صناعة قايمة على التمرين والاجتهاد والعلم والأرقام، مش السحر والخرافات. اقتصاد الكورة النهاردة واحد من أضخم أنواع الاقتصاديات على الكوكب كله. بيلعبها أكتر من 250 مليون لاعب على مستوى 200 دولة في كوكب الأرض. اقتصاد أندية شهيرة زي مانشستر سيتي اللي بيوصل حجم علامتها التجارية ل1.3 مليار يورو، أو نادي ريال مدريد اللي بيفوق اقتصاد بعض الدول في العالم، علامتها التجارية وصلت لأكتر من 1.5 مليار يورو. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام براند فاينانس البريطانية. لعبة فيها علم وأرقام وتسويق وبيع وشراء، نظام كامل قايم عليه الصناعة، فيها علماء وفيها إحصائيين وفريق من المفكرين والمخططين وجهاز فني بيحسب خطة اللعب وإمكانية كل لاعب وتوظيفه وتدريبه، حتى اختيار اللاعبين. نادي ليفربول اللي بيلعب فيه ابننا محمد صلاح عنده فريق من علماء البيانات بيقوده عالم اسمه إيان جراهام، دكتور في الفيزياء النظرية في جامعة كامبريدج، ومعاه نخبة من العلماء والفلاسفة.
فريق كامل قايم على دراسة البيانات وتحليل القرارات الخاصة بفريق ليفربول. الفريق ده كل مهمته كانت إنه يخترع خوارزمية رقمية درست وحللت فريق بروسيا دورتموند، الفريق اللي دربه يورجن كلوب قبل ما يمضي في ليفربول، وقدم له الخوارزمية دي في أسبوعه الثالث مع ليفربول. حللوا فيها نقاط القوة والضعف في تدريبه، وفيها قدر يدرس 100,000 لاعب على مستوى العالم ويخرج بنتيجة عن اللاعبين المناسبين لصفقات ليفربول الجديدة، وخطة كاملة لبناء الفريق علشان ينافس على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا كمان. وهي نفس الخوارزمية اللي اختارت صلاح للفريق وباقي اللعيبة المهمة، وطورت فكرة السيطرة على الملعب عن طريق برمجيات الكمبيوتر وتحركات اللعيبة وتنقلاتهم بالكورة، وحتى الدور الدفاعي للفريق. يعني كل حاجة مدروسة علميا ورقميا. والعلم كان العامل المساعد لليفربول بعد كده إنه يبقى في الصدارة ويفوز بالدوري والكاس بالأرقام مش بالسحر. فاكر يا صديقي الحثتين اللي اتكلمنا عنهم في أول الحلقة؟ أحب أقول لك إنه طلع بعد كده تفسير أقرب للعلم، تفسير منطقي بيقول إن فعلا الصاعقة ضربت الملعبين صدفة، بس حظ الفريق المصاب كان وحش. ليه؟ لأن أحذية الكرة بتاعتهم كان فيها معدن، ودي ساعدت على تحويلهم لموصل كهربائي أدى لموتهم على طول، بعكس الفرق التانية أسنان الاستاذات بتاعتهم كانت من المطاط واشتغلت هنا كعازل عن الكهرباء. بس بالرغم من التفسير ده إلا إن الحادثة دي بالذات اشتهرت عالميا ووجهت نظر العالم كله لإفريقيا واستخدام السحر في كرة القدم، لكنه كان التفسير الأقرب للحقيقة، بينفي تماما فكرة استخدام السحر الإفريقي في كرة القدم وبيخليها مجرد أسطورة شعبية بيحبها الجمهور. الخلاصة يا صديقي إن الإنسان لا بيصدق اللي بيشوفه بعينه ولا اللي بيسمعه بودنه، الإنسان بيصدق اللي هو عاوز يصدقه، سواء بالسحر أو بالمجهود. النتيجة دائما وأبدا حتمية، وهي ما يطلق عليه حتمية المستقبل. وخليني أقول لك إن مستقبلك مرتبط بمستقبل البشر، وهنا ما أقصدش البشر اللي موجودين دلوقتي إطلاقا، أقصد هنا إن مستقبلك مرتبط بماضي وحاضر ومستقبل البشرية تماً. وأكبر دليل لو سيدنا آدم ما كلش التفاحة كان زماننا في الجنة دلوقتي، بس ربنا جهز الأرض لبني البشر قبل خلق آدم عليه السلام. ولو مختلف خلينا أقول لك إن العلم أثبت نظرية جناح الفراشة، ولو مش مقتنع برضو ممكن نرجع لقانون ميرفي، ولو مش مقتنع يبقى أثبت إن الإنسان بيصدق اللي هو عاوز يصدقه. تشرفتم متابعتكم، أشوفكم بخير.